يوم 10 فبراير 2011 دخل قائد الحرس الجمهوري على الرئيس مبارك وقال له: يا ريس، بكرة هيزحفوا على القصر واحنا خايفين يحصل اقتحام، سيادتك شايف نتصرف ازاي؟ وقتها كانت مصر بتعيش ساعات صعبة، البلد واقفة بالكامل وناس كتير في الشوارع بيتحركوا من الإخوان اللي قرروا الفوضى ويزحفوا على قصر الرئاسة ويحاولوا يقتحموه. الرئيس مبارك سكت لحظات ورد على قائد الحرس الجمهوري وقال له: لو خرجوني بالبيجامة أنا وأولادي ودخلوا أوضة نومي ما تضربوش رصاصة واحدة، لو ضربتم نار هتبقى بحور دم، وانا ما اقبلش ابدا مصر يموت بامر مني. خرج نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري من عند الرئيس وراح ساحب كل الذخيره الحيه من القوات وحطها بنفسه جوه صناديق وقفلها وامر انها ما تتفتحش الا بامر منه. وجه يوم 11 فبراير الصبح وناس كتير اتحركت ناحيه القصر الجمهوري، والوضع كان في منتهى الصعوبه وكل السيناريوهات كانت مطروحه، يا اما الحرس الجمهوري يواجه محاولات الاقتحام وهنا اكيد هيموت ناس كتير، او يسيبوا الناس تدخل القصر واكيد هتحصل كارثه. وكانت تعليمات مبارك واضحه: محدش يضرب المتظاهرين مهما حصل. قدام المشهد الكارثي ده اجتمع المشير طنطاوي مع اللواء عمر سليمان والفريق احمد شفيق في وزاره الدفاع علشان يشوفوا حل يمنع سقوط الدوله. في الاجتماع اقترح الفريق احمد شفيق تنازل الرئيس مبارك عن الحكم، والاقتراح وافق عليه المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان اللي اتكلف انه يبلغ الرئيس مبارك بالقرار. وفعلا اتصل عمر سليمان بالرئيس وقال له ان الوضع صعب والميادين مليانه، فساله مبارك: انت شايف ايه يا عمر؟ فرد عليه ان الجميع متفق على ضروره التنحي لانقاذ الموقف. وقبل ما اللواء عمر سليمان يكمل كلامه قال له الرئيس مبارك: انا موافق، ابعتوا الكاميرات علشان اسجل خطاب التنحي. اللواء عمر سليمان قال للرئيس ان الوقت مش في صالحنا والطرق كلها مقفوله والوضع ما يتحملش الانتظار، وحكى له ان المشير طنطاوي خرج في جوله بالعربيه علشان يتابع الوضع بس ما قدرش يوصل وسط البلد من الزحمه. رد عليه الرئيس مبارك وقال: انا اعمل اي حاجه علشان مصر، اعملوا اللي تشوفوه واكتبوا صيغه الخطاب وبلغوني في التليفون. وحصل فعلا، وطلب الرئيس مبارك من عمر سليمان انه يغير كلمة واحدة في الخطاب وهي كلمة التنحي، وطلب تتكتب التخلي. وقبل وبعد التنحي رفض الرئيس مبارك انه ياخد حصانة قضائية تحميه من المحاكمة، وكمان رفض اقتراح سفره للندن هو واسرته. ولما اللواء عمر سليمان طلب من مبارك سفر زوجته السيدة سوزان واولاده علاء وجمال خارج البلاد يوم 5 فبراير، الرئيس رفض وقال له: مش هنتحرك من مصر، اما نعيش سوا او نموت سوا. المعلومات دي بتفهمنا ليه ربنا حمى مصر من مصير دول تانية زي سوريا وليبيا. حماها عشان فيها جيش مخلص ورئيس وطني مرضيش يدخل بلده في حرب أهلية علشان يفضل في الحكم. كان ممكن يؤمر بضرب النار لكنه رفض بشهادة الجميع، وكان ممكن يسيب البلد ويمشي زي ما عمل بن علي رئيس تونس، لكنه قرر يقعد في مصر ويدخل السجن ويفضل سنين في المحاكم لحد ما ثبتت براءته. وكان التكريم والتعويض على سنوات الظلم اللي حصلت في جنازته العسكرية اللي حضرها كل قيادات الدولة وفي مقدمتهم الرئيس السيسي. رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك.